بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نوجه نداء لجميع من يستطيع أن يشارك في حملة التنظيف، حملة النظافة التي ستكون غدا إن شاء الله 8 أوت و9 أوت إن شاء الله. هذه الحملة تكون تحت شعار إن شاء الله عز وجل، كي نحبوا نديروا لها يعني شعار يكون مليح لنا جميعا: نظف أمام بيتك. معليش إلا ما قدرتش تنظف الأماكن الأخرى، بالك ما قدرناش نتفاهموا ونتلاقاو في مكان واحد، ماذا بنا على الأقل كل إنسان ينقي مكانه أمام بيته. لأنه صراحة يا إخواني الكرام، ظاهرة الأوساخ في بلدنا ظاهرة. أي إنسان، شوفوا اسألوا الناس اللي تجي من الخارج، أي واحد يجي يقول لك الحاجة اللي لاحظتها في الجزائر الأوساخ، يعني في كل مكان، في الغابات، في الشواطئ، في الشوارع، حتى في المساجد أحيانا. يعني تشوف واحد الأمور والله مؤسفة، والله مؤسفة. احنا ما ننظروش إلى الأمور بنظرة سلبية، معليش نكونوا دائما إيجابيين. واش رايكم كل واحد فينا يدير حملة أمام بيته على الأقل، وتكون غدوة وغير غدوة إن شاء الله. هذيك الحملة اللي نديروها حنايا في جميع الأماكن في بلدنا إن شاء الله عز وجل، هذيك الحملة هذيك نحاولوا نخلوها تبدأ دائما من وللضاف، يعني سهلة عقلية فقط. احنا نتمناو إن شاء الله كل واحد فينا يتفهم ويعود عنده إن شاء الله عز وجل ثقافة النظافة، ما يرميش الأوساخ في أي مكان، وهذه أولى من أنك تنظف. والأمر الثاني أننا نبدأ ننظفوا الأماكن. شوفوا الآن الشوارع كذا ما نستناوش، الله غالب رانا في ظروف لازم منا نتفهموا الأمر هذا. مثلا لازم نتفهموا، ما نقعدوش نستناو ينظفوا لك انت دارك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. معليش كل واحد قدام باب داره ينقي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى كذلك احنا نوجه نداء كما رانا في موطن كما هذا، كذلك السلطات والبلديات والناس كما يقولوا المسؤولين عن الأمر هذايا يوفروا أماكن الرمي، يوفروا كذلك الظروف اللي تخلي الأمور دائما نظيفة. وكذلك تكون ماذا بينا نتمنى غدوة من غدوة تكون قوانين يعني رادعة لكل من يرمي الأوساخ في الشوارع ولا في الشواطئ، حتى يكون كما يقولوا شوية من الشعب شوية من السلطة، لازم يكونوا متكاملين منا. فلذلك نتمناو من إخواننا غدا إن شاء الله عز وجل أن يشاركوا في هذه الحملة، وتكون لنا إن شاء الله منطلق في أن نحافظ على نظافة هذه البيوت وهذه كذلك الشوارع. ونسأل الله عز وجل أن يطهرنا ويصلح أحوالنا، وبارك الله فيكم.